يمكن هذا يكون فيه. تلقى الخفاش يطلع. ايه شوف حتى دحك على هذا الطين، طين ارتفاع يعني ماكو اي هواء بعد، خلاص انتهى. لعلمك ترى يجوز الله اعلم اذا تقدمنا غالي راح خفاش فوقان، دير بالك. لا ان شاء الله ماكو استيعاب. كل مكان وبيه حكاية، وكل حكاية إلها ناس عاشوها، وإحنا هنا اليوم حتى نوثق الحكاية ونسمعها من أهلها. اليوم قصتنا مو عن بيت قديم ولا عن شخصية معروفة، اليوم قصتنا بمكان يمكن هواي من أهل حديثة يمرون من يمه يوميا، بس قليل جدا من الناس اللي دخلوا وشافوا شنو بداخلها. هاي الكهوف موجودة في حديثة ونواحيها، كهوف ظلت تثير فضول الناس. منو حفرها وشنو الغاية منها؟ هل كانت مجرد مخازن وملاجئ لو تخفي قصص ما وصلت لنا كاملة؟ أسئلة كثيرة وإجابات قليلة، ولهذا قررنا ندخل ونشوف المكان بأنفسنا. من سنين طويلة أهل المنطقة يعرفون بوجود هالكهوف المنتشرة حول حديثة وبروانة وآلوس والخفاجية ووادي زغدان وأماكن كثيرة، لكن قليل جدا من الناس دخل أعماقها وشاف شنو ضامة بداخلها. اليوم قررنا نرافق المستكشف مصطفى الحديثي برحلته بين عدد من الكهوف والمغارات اللي وثقها بكاميرته وشاف شنو بداخلها. من الخارج تبدو مجرد فتحة صغيرة بين الصخور، لكن أول ما تخطو عدة خطوات للداخل راح يتغير كل شيء. الضوء يختفي تدريجيا والصمت يصير سيد المكان، وهنا راح تبدي قصة عمرها آلاف السنين. داخل بعض الكهوف الاتجاهات تشابه بشكل يخلي العودة مو دائما سهلة، لهذا كان مصطفى يترك علامات واضحة أثناء التقدم حتى يتحول طريق الدخول إلى خريطة للرجوع. بعض الممرات تضيق بشكل كبير وبعضها يفتح فراغات أوسع من المتوقع، كل منعطف يخلي الفضول أكبر من اللي قبله. وحتى نعرف أكثر عن الكهوف التقينا بالمستكشف مصطفى، هو شاب من حديثة مغامر حب هاي الشغلة وحب يستكشف أغلب الكهوف الموجودة في حديثة وبروانة، والتقينا وياه لنصور ووثق كل تفاصيل الكهوف الموجودة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيب مصطفى؟ شلون الصحة؟ شنو جذبك كهف من الكهوف؟ والله أول شيء هذا يعني الهواية، حب استطلاع هاي الكهوف اللي طبيتها نعم. واستكشفتها. ثاني شيء يعني هي الكهوف أماكنها تعتبر خطيرة، أكيد. لأن أنت من طاب هذا الكهف ما تعرف بنفسك، بين تواجه جزء حيوان مفترس. أنت كنت تدخل وحدك لو أحد وياك؟ لا، فيديوهاتك وجماعة؟ لا، نعم. جماعتي وياي يعني أصدقائي كانوا يطبون وياي هاي التصاوير. نعم. زين، كنت تدخل الكهف كنت تلاقي في شغلات غريبة؟ والله يعني هي أكيد يعني لقينا شغلات غريبة، من ضمنها سمعنا أصوات، بس هاي الأصوات ما جاية نعرفها شنو اللي موجودة. وزين هي ككهوف يعني دخلتها سهلة لو يراد لها واحد يعني متمرس ومتعلم على الدخول وهاي؟ والله هي دخول الكهوف خطرة، يعني هي مجازفة بحياة الإنسان، لأن أنت من راح تطب جوا أنت ما تعرف شنو مصيرك. أول شيء انقطاع للشبكة بشكل تام، يعني ماكو أي شبكة أو أي اتصال. نعم. والأمر الثاني أنه ما تعرف شنو تواجه من خطورة من حيوان مفترس، لربما مثلا يتهدم عليك شيء داخله. الكهوف تقريبا عائلة للسقوط، يعني أغلبيتها مو شغل إنسان. أي نعم، هي ترسبات، طبيعة وترسبات طبيعة هي شغل. لقيتوا كهف مهدم، يمكن شفت أنا أكو كهوف مهدم من عندها جزء. اكو كهوف مهدمة ومسدودة، يعني خلال السنين اللي قبلها كانت مفتوحة، وبعد هذه السنين اللي مرت انسدت. هسه احنا واقفين برا والحر بوخة، الجو شنو؟ والله الجو يعني هو انت كل ما طبيت مسافة بهذا الكهف
راح يكون عليك اصعب من ناحيه التنفس. الاكسجين حيل يقل، واكو كهوف تكون بيها عيون كبريتيه. نعم. فهنا راح يصير اصعب بعد على الشخص من ناحيه التنفس. زين شنو اسماء الكهوف المشهوره اللي طبيت لها؟ والله اكو الدوار، هذا طبيت له، هذا بآلوس. نعم. اكو ام الجماجم هم ضمن آلوس. اكو كهف المضبعه يسموه. بآلوس هذا لو هذا بزغدان، وادي زغدان. بزغدان. اي هو واقع في حديثه. نعم، هاي ضمن حديثه. ضمن حديثه. نعم. وبعد اكو كهوف كهف السبحاني، كهوف بروانه. اكو كهوف عليها قصص. من سمعت القصه وطبيت للكهف. طابقت القصه ويا الحكي ويا القصه المتوارثه مثل ما نقول عليها. يعني مثلا هسه قصه كهف السبحاني او السبحاني عليها قصص هواي بانه يمتد من مكان الى مكان ومدري شنو، بس من طبيته انت شنو شفت؟ والله كهف السبحاني من طبيته يعني شفت شيء بسيط، يعني مو امتداده قوي. نعم. لان هو بمرور السنين لربما تهدم هذا المكان، لانه هو عباره عن شلون المسدود يعتبر. تهدمت فعل فاعل؟ والله ما اعرف عاد بالضبط، يعني كفعل فاعل او ترسبات مثلا نزلت وتهدمت ما اعرف نعم. بالضبط. خسف يعني هو خسف. اي خسف لربما. زين اصعب كهف طبيت له وخفت، انت خفت. انا من ناحيه الخوف ما عندي اي خوف، لان هو هذا الانسان شويه يصير عنده خوف، لان هو من طبيت له هذا المجال، يعني موضوع الخوف او يعني شلته من بالي خلاص. طبيت بامور هوايه. اي فبس يعني اكو صعوبه واجهنا، يعني مثلا انت من طب جوا راح يصير عندك متاهه اذا ما تعلم المكان او انت يكون عندك خبره طبعا ذهنيه عقليه لازم تفكر او غيره. ولازم شغله ثانيه هي التركيز من شوي، يعني اذا صارت عندك متاهه او اي افتر راسك، هنا السالفه راح يصير عندك حتى الضيق بالتنفس وتوتر وما راح تقدر تطلع. صحيح. والمشكله جوا اذا انت من راح تطب جوا ما عندك اي شيء بين اي تتصل بالخارج او انقاذ، خلاص انت من طبيت جوا مصيرك لا تطلع. اي نعم عندي عده كامله وياك، اكسجين وسلاح اي اكيد احنا نجهز نفسنا كامل يلا نطبل هاي الليله. يعني ما طبيت كهف حسيت بيه صعب حيل؟ والله عندنا يعني رهبه صارت بيها. بلا واجهت بوحده من الكهوف، وانما هي مو خوف، وانما صارت عندنا متاهه وانقطاع يعني بالاكسجين. لان هو هذا ممتد بشكل كبير. يعني ايش قد طولت المسافه داخله يعني؟ قد مشيت؟ احنا فوق النص ساعه ماشيين جوا هذا الكهف. نص ساعه؟ اي فوق النص ساعه احنا ماشيين يعني بوقتنا. شفتوا شيء غريب بيه؟ والله كاشياء غريبه يعني ما واجهتنا، بس هي الاشياء الغريبه اكثر شيء تكون من المغرب، وقت المغرب وورا يعني. هذا الوقت اللي وقت الرعب، هذا الوقت اللي يصير به اشياء غريبه. ما حسيت اكو شيء بانه يعني متدخل به الانسان؟ والله يعني بيستخدم البشر، بيستخدم الفشي. اللي سامع من اهل قبل هو هم هاي الكهوف فادتهم، يعني من ناحيه قبل مسويها شلون الملاجئ. نعم. بوقت الحروب يعني اذا صارت عليهم غارات جويه او يعني غيرها فيتخذوها ملاجئ. نعم. ملاجئ مؤقته يقعدون بهذا الكهوف بين ما الوضع يكون زين ويرجعون لمناطقهم. اشكرك يعني. على راسي استاذ، حياك الله. وما قصرت، وان شاء الله تكمل لك نيه تكمل افتهم. ان شاء الله اكيد استاذ. ان شاء الله. لنا نيه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. على راسي استاذ، حياك الله. يعني. الاستكشاف مو مغامره وبس، بعض هالاماكن ممكن تكون خطره جدا، نقص الاكسجين والانهيارات الصخريه والضياع داخل المتاهات، ولهذا اي دخول لهكذا اماكن يحتاج خبره وتجهيزات سلامه قبل كل شيء. رغم ان المكان يبين مهجور من الخارج، الا ان اثار الحياه موجوده بكل زاويه، عظام، آثار حيوانات وأشياء تركها البشر خلال السنوات الطويلة. كل قطعة شافها كانت تفتح سؤال جديد: منو مر من هنا؟ وش وقت؟ وليش؟ الكهوف مو مجرد صخور، قيمتها الحقيقية تبدأ من القصص المرتبطة بيها. والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المغارة أو الكهف تسمى مغارة شموم.
نسبة إلى أحد أجدادنا اللي متواجد في منطقة المعبرة اللي يقطنها عشيرة الأغوات الطائية في بروانة. هاي من وعينا احنا بالسبعينات نصب هاي المغارة. عندنا استاذ الله يرحمه استاذ عبد الجليل عبد الله ابو اكرم، يدزنا نجيب منه طين داخله طين رطب، احنا نسميه طين حري. هاي بالحرب ال90 مو العوال قامت تنزل على الشاب بالخصيب خايف العالم. اي كانت عوال هاي مدروسه شوفها. سابقا انتم ما تخافون من هاي الاماكن؟ لا عادي كنا نطبيها قبل. اي يعني على مود خشية من الحرب، يعني تخلصون من الحرب صح؟ من الحرب بال90 ال91 صار القصد كل عوالها مدروسه، عوال يعني بها بال100 شخص ازيد. خوش بس مكان حتى يعني شفت انت ابي الاكسجين قليل، ما اعرف شلون شوفوا قدرة ربك انه خلاكم تعيشون يعني داخل المكان. صحيح. لان هو احنا طبينا يعني شيء حدود شيء بسيطه من الوقت واختنقنا لعد شلون كنتوا تعيشون؟ أهل المنطقة بعدهم يتذكرون القصص القديمة عن بعض هاي المغارات، وكثير من الذكريات انتقلت من جيل إلى جيل، ولهذا التوثيق ما يختصر على المكان بل يشمل الناس اللي عاشوا ويا هالمكان. وهواية قصص غريبة مرتبطة بكهوف المنطقة، كائنات تعيش بعيد عن ضوء الشمس وتتكيف مع ظلام مستمر. قدر مصطفى يوصل لبعض المواقع اللي انحكت عليها هاي القصص، بس حتى إذا ما حصل شي بهاي الرحلة فإنه مجرد الوصول لهالأماكن كانت تجربة استثنائية بحد ذاتها. وبعد ساعات طويلة بين الصخور والممرات والآبار خرج وهو يحمل صور وفيديوهات وأسئلة أكثر من الأجوبة. هذه الكهوف ما زالت تخفي الكثير من الأسرار، وربما ما وثقناه اليوم هو مجرد بداية القصة. وهسه راح نغادر هذا المكان، لكن تبقى حكاياتها معلقة بين جدرانها وتنتظر من يسمعها. هذا صوتنا وهذا واقعنا، وانتظرونا بحكاية جديدة ومن داخل حديثة. وسلامتكم.